واش عمرك حسيتي براسك تالف؟ كتجلس صديقي تخدم، ولكن كيدوز الوقت وانت باقي ما درتي حتى حاجه. واش عارف بلي كاينه واحد الحاله الا دخلتي ليها تقدر دير في ساعتين داكشي اللي ما كديروش في نهار كامل؟ والاخطر من هادشي كامل صديقي، هاد الحاله راه عندك دابا، ولكن ما عمرك ما تعلمتي كيفاش تخليها. انت واحد الفتره كل نهار كنقول اليوم غادي نكون مركز، نازل البيسي ونخدم، ولكن صديقي غير كنبدا كنشد التليفون وكتجيني داك الصوت ديال النوتيفيكاسيون، من بعد كنرجع بعدا لديك الحاسوب باش نكمل خدمتي، ولكن التركيز كيكون مات في ديك اللحظه. كنت كنبقى خدام والعقل ديالي مشغول باي حاجه اخرى، وفاش كيجي الليل كنحس براسي ما درت حتى حاجه. هادشي صديقي وقع لي ماشي حيت ما باغيش نخدم، ولكن حيت ما كنتش عارفه كيفاش نركز. حتى جا واحد النهار قلت نجرب واحد الحاجه اللي بسيطه، غير 30 دقيقه، مهمه وحده، بلا تليفون بلا ضغط. اول 10 دقائق صديقي من هاد التحدي صراحه كانت صعيبه بزاف، وماشي غير شويه، ولكن من بعد صديقي دخلت في المهمه، وفاش هزيت راسي دازو ما يقارب ساعتين. داك اللحظه فهمت المشكل راه ما كانش فيا، المشكل في النظام اللي كنت خدام به. هاد الحالة صديقي كيسميوها حالة التدفق أو الفلوستيت، كتوقع ملي كتخدم على مهمة وحدة وكتكون واضحة، وبالإضافة كيكون التحدي مناسب ليك والمشتتات كتكون قاطعهم في خطرة. هنا صديقي مخك كيدخل في واحد المود تاع التركيز العميق، ونقدر نقول لك الوقت كيختفى. دابا علاش صديقي ما كنعيشوش حنا هاد الحالة بزاف؟ حيت حياتنا دابا مبنية على التقطيع، اشعار كل 5 دقائق، كتبدل المهمة كل شوية، وكل مرة صديقي كتقطع التركيز مخك كيحتاج ما يقارب من 10 حتى 20 دقيقة باش يرجع يدخل للعمق. وهكذا صديقي كنضمن لك بانك ضيعتي نهارك كامل وانت غير فوق السطح ديال التركيز. الا بغيتي تدخل صديقي لهاد الحاله ديال التركيز الخارق، جرب هاد النظام ونضمن لك 100% انك تدخلو. اول حاجه ما تخدمش على 3 د الحوايج في مره واحده، غير مهمه وحده فقط راه كافيه. ثاني خطوه هو فيما تبغي تخدم التليفون خاصو يكون بعيد عليك ويكون مسدودين فيه النوتيفيكاسيون اللي هي تحيد كاع المشتتات اللي حداك. ثالث خطوه واللي هي واحد الطريقة، 45 دقيقة ديال التركيز و 15 ديال الراحة، بمعنى تخدم بالبلوكات ماشي تبقى غير خدام خدام خدام. رابع خطوة هو صديقي الا كانت المهمة سهلة بزاف راه ديريكت غادي تمل، ولا كانت صعيبة بزاف راه غادي تستسلم، لهذا خصها تكون صعيبة غير شوية وما سهلاش بزاف. خامس خطوة أول ربع ساعة هي الحرب الحقيقية يا صديقي، إلا ربحتيها غالبا غادي تدخل في المود ديال التركيز الخارق. لهذا صديقي من تبدا تخدم ولا دير أي مهمة حاول تجاوز غير ديك 15 دقيقة اللي في الأول. وفما صديقي بأن التركيز راه ماشي موهبة، والتركيز ماشي حتى حظ. التركيز صديقي راه بيئة كتخلقها انت، ولا صنعتي الظروف المناسبة مخك غادي يخدم بطريقة ما عمرك في حياتك ما شفتيها. دابا صديقي عندك جوج اختيارات، يا اما تكمل وتعيش مديش طراكتي وتقول ما عنديش الطاقه، او تجرب غير 25 دقيقه بلا تليفون بلا اعذار وبلا ما تهرب من راسك. ويمكن وغير يمكن صديقي تكتشف النسخه ديالك اللي ما عمرها ما خرجت. ولا جربتيها رجع اكتب لي في التعليق شنو وقع معاك، الا بغيتي نعاونك اكثر دخل لهاد المود فدير لايك وسبسكرايب، وخلينا نكبروا العائله ونوعيو الشباب ونكبروا حتى عقلك مع بعضياتنا. الله المستعان.